هلا شغلي عنا الفول والعدس. جايبتلنا هاي خضرة مشان الشوي. هيك رح نعمل أكلة شوي نساء بدون رجال. رح تعملنا اياها بتمر هندي على اصولها يعني. يا سلام، يبستهم منيح منيح بس بالشمس. يا سلام ما شاء الله. عبينا ويا سلام على هالأكلة وعلى الروايح اللذيذة. عجقتنا نسينا البصلات. لكل من استيقظوا وقلوبهم لا تحمل إلا الحب وإرادة الخير للغير، صباحكم أبيض كقلوبكم، فاللهم أكرم هذه الوجوه الطيبة بعظيم غفرانك، ويسر لهم طريق جنانك، وسخر لهم الطيبين من عبادك، فاللهم لا تجعل في يومهم سوءا إلا دفعته ولا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يسعد لي صباحكم كل أوقاتكم. كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تضلوا دائما بخير. ورجعت لكم بفيديو جديد كله نشاط وطاقة إيجابية، وشاركتكم أطيب فطور على أصوله الشامية اللي هو الكشك بعجين أو الحراق بإصبعه بيقولوا له، يعني على أصوله الشامية مثل ما قلت لكم من تحت ديات الست الوالدة. وكمان مشوارنا هيك البسيط، يعني هيك مشوار يعني عائلي مع خالتي ومع أمي ومرت أخي، يعني من دون رجال من غير شر، على مزرعة كتير حلوة وبسيطة بنفس الوقت. فبدي منكم تتابعوا الفيديو لآخر لحظة، وما تنسوني من اللايك والتعليق الحلو مثل قلوبكم. ربي يجبر بخاطركم. وهيك أول شي تصبحنا بفنجان قهوة أنا وأمي، ويعني هيك فايقين بكير لأنه نعمل أكلة يعني بدها شوية شغل، وهيك على بكير مشان نلحق قبل ما نروح على المزرعة. ويلا نبدأ بطريقة التحضير. حنعمل لقمة حراق بإصبعه، يعني هيك ما هيك تجاهل نقوم فطور جت يعني. لعندي ايه. هلا هزلنا العدس والفول فلقناه هو يابس، فلقته نعقته بمي سخنة شي ساعة زمان وفلقته. هاي عدس وفول. بسم الله الرحمن الرحيم. هون حاطين مي نظيفة يعني مية فيجة، وهلا على الغلي حتى نسلقهم حتى يستووا. هلا بس يستووا بعدين نشوف. أول بأول ها شغال تحتهم. هلا بدنا نروح انا وتيتا نشتري اغراض المزرعة. ان شاء الله. نشتري اكلات طيبة وكرسي. فهيك بلش يغلي عنا الفول والعدس. كمان ما ننسى هي الأكلة بتحب البصل المقلي، فهيك قطعنا بصل شرحات وضفنا لهم، يعني بنحب نكتر البصل منشان نضيف على الوش وبقلب الطبخة. فهيك أول شي ضفت الزيت الزيتون ومع شوية من الزيت الأبيض، وبدنا هيك نقليهم لحتى يتحمروا ويقرمشوا بنفس الوقت. وقبل ما أكمل الفيديو بدي أتشكركم من كل قلبي على تعليقاتكم إلي ولست الوالدة، التعليقات اللي هيك بترد الروح. ربي يجبر بخاطركم ويجزيكم كل خير، يعني بتخلوا الواحد هيك يتحمس أكتر وأكتر على ما ينزل الفيديو اللي بعده. الله يخلينا إياها. أخذت مع البنات ونزلت اشترت أغراض قبل ما هيك يصير شوب، يعني قبل الظهر. جايبتلنا هاي خضرة مشان الشوي. هيك رح نعمل أكلة شوي نساء بدون رجال. عنب، بندورة، هاي اللحمة يا سلام. هلا بس نتبلها نشاركها معكم. هون بزر وبسكويت يا سلام. شيبسات، هذا الشيبس كتير بحبه أنا. هلا هون هيك عاملة ماما تمر هندي، نقعته وعصرته يعني حتى نزلت المي الصافية منه. هلا هون أمي حبت تعملنا إياها على أصولها بالتمر الهندي. وما ننسى الخبز المقلي للوش لأنه كتير طيب مع هالأكلة، وهيك بتعطي قابلية كمان للأكل. لا التمر الهندي بدي شال بدال الحمض. هلا هاد بحطوا لها تمر هندي بدال. في ناس بتسوي بكشك، يعني كشك هي بس بحطوا لها عليه. في ناس بتحط لها تمر هندي، في ناس بتحط لها معقود بندورة. مربى بندورة. في دبس رمان كمان في ناس. اذا ما في تمر هندي بحطوا لها دبس رمان يعني بس مهم حمض اي طبيعي. اطيب الشيء هاي طبيعي، يعني ما في حمض ما بدها. ولاد دايبين ما شاء الله. دابوا الحلاوة. هلا عندي انا شوية عجين مساويتهم، سويت مراكش يعني من هذا حراب اصبع. قام زاد عجين قلت له عليه لبستها وساويتهم لكم احلام لهم جوا ما شاء الله. يا سلام. يبستهم منيح منيح بس بالشمس ما بصرنا شيء. ما بصير شيء ما شاء الله. الان بنا الواحد بده يساوي والله اريح يعني. هاي الاولاد فرحوا لانه راح نروح بكير.
والله الشوب ما مقبولة يقعد لحد المسبح. ايه والله يعني هو على اساس انه 5 نروح يعني يكون راحت الشمس. هلا عز السباحة. شو صار؟ امتى رح تروحوا المسبح؟ هون الاولاد كتير انبسطوا وانعجقوا لانه حنروح قبل 5 لانه على اساس الساعة 5 بس انا اخي خلص المزرعة فاضية من الساعة 2 فكتير تحمسوا وانبسطوا. افطار ونتيسر. حط شوي هون وشوي على الوش، ما مكتلة بين كل واحدة ولا حط. يلا هلا حطينا هيك شوي بقلبها الكزبرة بتطيب هاي الأكلة. الزيت ولا الزيت عشان هاد زيت البصل كمان عم ننزله على الحلاب اصلا. وضبطينا لملحهم تمام يعني ما بدهم. حطينا الثوم وهي الزيت البلدي مع زيت الأبيض، شوي زيت أبيض معهم وخلاص هلا حنسكر. يلا عالسكر يا سلام ما شاء الله. عبينا يلا كله بالمسح بينضح. هلا استعجلنا لانه كانه هيك حسينا حنا كثير استعجلنا كنا عم نشتغل على مهلنا معنا وقت لأنه الخمسة. كان لسه معنا وقت، بعدين خالو قالنا هلا تعالوا نشوف. كان فين عالم وراح. هلا ما صفي يعني هلا عم يستنونا على الباب. هلا شمس قاعدة لابسة البوط ولابسة أوعية وحاطة شنطتها وقاعدة عم تستنى قدام الباب. يلا هلا عم تزيين الخبز والبصل المقلي والكزبرة. ويا سلام على هالأكلة وعلى الروايح اللذيذة. عجقتنا نسينا البصلات. استغفر الله العظيم. شو انت ما بنحطه. لا تكتروا كتير بس. لا بالعكس كتير طيب يعني ما بدي رايكم. ما يسكري هذا سكري نحطه. والله شلون الطعمة؟ ما بدنا نقول شلون الطعمة؟ والله شيء أكلة ولا أطيب من هيك. روعة ما شاء الله. الله يسلم إيديك يا ماما. الله يسلمك. تعي ليك وتعي. وهيك فطرنا عن جد ما بنعرف شلون فطرنا وهيك عبينا علبة معنا واخذناها هنيك بناكلها قلنا اذا جانا قبل الغداء. وهيك كان مشوارنا بعد ما رتبنا الاغراض واخي الله هيك يجبر بخاطره رح يوصلنا لانه اخي قالنا انا علي ادفع لكم المزرعة على حسابي يعني هيك عزيمة من عنده واخي اللي بادلب قال علي الغداء وانا رح ادفع لكم اجار الغداء وعلي الشوي. هيك الله يرزقهم يا رب ويجبر بخاطرهم يعني هي العزيمة على حساب اخواتي. بتعرفوا الأخوات هن السند بعد الأم والأب الله يخلينا إياهم يا رب وهيك يخلي لكم أخواتكم جميعا. يلا شو دغري رح تشكوا المسبح؟ يا سلام كله متحمس وراكد. يلا يا عيني على الشطورة. أنا شوفي كل الورد الجوري ما شاء الله بياخذ العقل. وهيك الأولاد كانوا كتير مبسوطين وفورا نزلوا على السباحة. والمزرعة ما شاء الله كتير حلوة ومرتبة ونظيفة ومخدمة من كل شيء حتى هيك فيها مرجوحة للأولاد الصغار بنت أخي كيفت عليها الله يحميهم يا رب. تعطي منظر. هلا أطيب فنجان قهوة هيك بعد سباحة شكتين 3 هيك رطبنا قلبنا فيها. يا سلام على القهوة ما في أطيب منها هلا مع اللمة الحلوة. هون هيك بدنا وردة مشان نقبل مع القهوة على غير شكل. واهم شيء شو القشطه تبع حماتي. ايه والله بتقتلنا اذا ما حطينا لا ما بيمشي الحال لهوه ما حتى منظر الفنجان احلى. عن جد بصير احلى. هي اطيب فنجان طفي الفنجان. شلون عبيتي؟ بسيطه على طول قهوه يا بالطفي يا بتنقل. قلبك كلام من مين؟ لكي وين
يا سلام، هي قهوة هلا غير شكل. تسلم هيك بتشوفوا. الله يسلمك، صحة وهنا. روح قلبك خالتك القشطة. عملنا لهم قشطة، خفنا والله حدا يعملنا شي قصة هلا. بعد ما أحلاها هي ومرمولة الشطورة. ما طيب هذا الأكل قبل الغداء بصير واحد ما بيقدر ياكل. لا يلا امشوا، يلا كرومي، يلا امشي، يلا احملي لنا كرومي. ويا عيني على البسطة قديش بتحلي عيش جنبك يا بالدراويش. وهيك حطينا شوية نقرشة مشان الأولاد من شيبس وبزر. وهي البنوتات كانوا عاملين مسابقة لأن الصراحة كانوا لسه ما بيعرفوا يسبحوا، بخافوا ينزلوا على المسبح الغميق. فهيك مرة عن مرة الحمد لله تجرأوا، صاروا يتعلموا السباحة حتى بدون دولاب. الله يحميهم يا رب. هلا رح نبلش هيك تجهيز الغداء. هون هيك ماما جابت لنا لحمة شقف وكمان ما عاد هنا. ان شاء الله بياخذوا العقل والله. حق الكيلو 150 بحمول يعني. بس كله ضروري يكون طرايا، يعني هاي اساس طرايا، ليك لحالهم ما شاء الله عاملين. هلا اللحمة للشقف الشوي يعني ما متبلة غير بملح وفلفل. كمان هون امي هيك جايبت لنا كستة، هي هيك وردة كاملة بس شايلة منها كل العظم. يعني عند اللحام قلت له شيل العظم مشان دغري تستوي. وهيك يعني مفاردتها كتير منيح، وتبلناها مثل العادة بشوية دبس فليفلة، دبس بندورة، شوية زيت، شوية توابل وملح، وهيك معلقتين من الخل مشان تطلع طرية. ويا عيني الله يديم علينا هالنعمة يا رب وما يزولها. سلام والله صيخ مدلع ما شاء الله. بتعرفوا انه هيك اكلات ما بدها غير صحن سلطة جنبها لحتى يبل القلب. ويا سلام هيك شوية خيار مع شوية بندورة بصلة، يعني المتوفر والموجود بنضيف له اياه. اليوم ماما هي رح تستلم الشوي، ما في ذكور اليوم، مشوار كله نساء، نساء واطفال، بس امي وخالتي ومرتخي. هنشوف اذا بيطلع بايدنا نشغل نار ولا لا. لاول مره نشغل نار لوحدي. رح نساوي لكم مشاوي. بتحب المشاوي؟ بدايه شغلناها بكيس نايلو، ان شاء الله تشتغل. قولنا الله يهيك يسرها. ما شاء الله مبينه اقلعت ما شاء الله. شو عم تدفي حالك؟ بردان؟ لا مشوه؟ يا سلام. وهيك الوردات الكستة هيك حطيناهن على الشواية لأنه أكيد ما رح ينحطوا على السياخ، بدهم هيك نار هادية. يعني بنصحكم ما تكون نار كتير قوية على الشوي مشان ما يحترقوا حرق ويطلعوا لساتهم ما مستويين. فهيك بس تصير النار مثل البص بنحطهم، يعني وما كتير نهوي عليهم مشان ما يستووا بسرعة. بدنا اياهم هيك يذوبوا ذوبان بالتم. النسوان ما بيمشي حالها بلا رجال، لا غلط. لك ما شاء الله النار بتاخذوا لا عادي. والله الرجال احيانا بيتعذبوا اكثر مننا. هي الاجواء ما شاء الله على غياب الشمس، يعني هيك ريحة الشمس بالمرحب. رمان وحمر وملح، ما في ليمون، ولا شوية بس رمان وش الحمر زي ما هي. ملح، بصلة، زيت، نقعد شوي نعرف عليها. على هالمنظر والله شي بشهي القلب، يعني طلعت الروايح الحلوة كمان. سمين شي ولا لا؟ هلا نبلش تقليب فيهم. اول وش استوى لانه هيك دخلنا مع سيخ اللحمة كم شرحة من البصل. يعني قسمنا قطعة البصلة، حبة البصلة ل4 أقسام ودخلناهم بين اللحمة والدهنة مشان هيك تاخد طعمة السقسقة وتطلع كتير لذيذة. هلا بس هيك امي بتشيلهم قبل ما يستووا عشان نطلع السقسقة على الخبزة. يا سلام والله صرنا لك مرتخين عارف نشوي ما أحلانا، بيطلع بإيدنا كل شيء. شو مفكريننا؟
شو اللي استوى ماما؟ شو نشيل هدول اللي كان كأنه استوى ماما؟ يا سلام يا سلام ما شاء الله. والله مبينة شو دايبة دور الدجاج هيك في لهم مكان. يا عيني هلا هيك بنعمل لهم غزة مشان يستووا حتى من قلبه هيك يطلعوا مثل الدبو دوبه. هلا هدول وردات بس يعني هدول كلهم وردات بس شايلين منه العظم. يا سلام ما شاء الله. ليش بتزقها؟ يا عيني. وهيك بكون وصلنا نهاية الفيديو. بتمنى يكون عجبكم روتين اليوم ومشوارنا البسيط والمتواضع. قبل ما انهي الفيديو خلونا نذكر الله عز وجل. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. أتمنى لكم الصحة والعافية ودمتم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.